أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. النهاردة هنعمل مع بعض لانشون اللحمة بطريقة جميلة جدا وسهلة واقتصادية. لا هنعملها بدقيق ولا هنعملها بجبنة مثلثات ولا أي حاجة، منتهى البساطة والجمال. بس كملي معايا الفيديو للنهاية لأن في بعض الأسرار والتركات هتعجبكم جدا جدا. زي ما انتم شايفين اللون جميل جدا، وغير الطعم وغير الريحة، وكفاية ان هو من عمايل ايدينا. هنبدأ مع بعض بالطريقة. في البداية أنا معايا نص كوباية من المية دي من الحنفية، مش سخنة ولا دافية ولا أي حاجة. هننزل بيها في البول على طول. بعد كده معانا نص معلقة من الفلفل الأسود المطحون. طبعا الفلفل مهم جدا في اللانشون لأن طبعا احنا هنعمله باللحمة. معانا معلقة من البابريكا، لو حابين تحطوا البابريكا المدخنة هتبقى حلوة جدا برضو، بس دي اللي هي البابريكا العادية. تمام. بعد كده معانا نص معلقة من الكزبرة الناشفة. البهارات دي حلوة جدا ومهمة وبتدي طعم مميز جدا جدا للانشون. كمان مع نص معلقة من الثوم البودر، وعليهم نص معلقة من الكوبيبة الصيني، ودي مهمة جدا جدا في طعم اللانشون النهاردة، من أهم الخطوات. معانا نص معلقة من البصل البودر. معانا ربع معلقة من الهبهان المطحون، أنا طلعت القشرة اللي بره وده الحبوب اللي بتبقى موجودة من جوه، بس هتدي طعم حلو جدا كمان معانا النهارده في اللانشون. بعد كده معايا مكعب من مرقة الدجاج اختياري، اللي ما بيحبش يحط مرقة الدجاج بتاعته في الأكل مفيش أي مشكلة. لو عندك كمان مرقة دجاج فورية ممكن تحطي منها كيس واحد بس. هنحط المرقة معانا على البهارات بتاعتنا والمية، هتدي طعم حلو جدا، طريقة حلوة جدا جدا. معايا ربع معلقة من النشا. مفيش داعي ان احنا نستعمل خالص خالص الدقيق، لان الدقيق بيخليها تبقى من جوه طرية زيادة عن اللزوم، بتبقى معجنة، ما بتبقاش طعم لانشون، بتبقى طعم عجينة، ما بتبقاش متميزة في الطعم. فالنهاردة هنعملها بالنشا بدون اضافة اي دقيق. معايا هنا اللون اللي هو اللون بنجيبه من عند العطار علشان بس يعزز معانا اللون ونوصل لمرحلة ان هو يبقى زي لون المصانع. فهنحط منه بس نقطتين مش اكتر. هنقلبهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كويس جدا، وندمج الالوان كلها من الجوانب مع بعض علشان اللون يبقى موحد، ما يبقاش كده ملطش مننا في كل لون حتة. بعد كده معايا ربع كيلو من اللحمة المفرومة، هنزل بنص الكمية بالظبط في الخلاط زي ما انتوا شايفين كده. مش هنستعمل الكبة الصغيرة بتاعة الخلاط. معايا هنا مكعب من التلج لازم احطه انا وبضرب اللحمة بتاعتي، طبعا هو في البداية مظهرش. معايا باقي المعلقتين، يعني انا معايا مكعبين، انا حطيت مكعبين في البداية وبعد كده مكعب انا كسرته كويس جدا بايد الهون، وبعد كده حطيته مع اللحمة هي وبتتفرم. وطبعا الخطوة دي مهمة علشان يحافظ على درجة حرارة اللحمة احنا وبنضربها، يعني ما تسخنش مننا وتبقى طعمها بعد كده مش حلو او مش لطيف يعني معانا. فكده انا وصلت للمرحلة دي في ضرب اللحمة. بعد كده معايا هنا معلقتين بالظبط من الدهن طبعا ده كلنا عارفينه اللي احنا بنجيبه من عند الجزار، بيبقى حلو جدا وبيدي قوام وطعم كأن لانشون جايبينه من بره. حلو جدا، طريقة مضمونة وسهلة وحلوة. كده احنا وصلنا للمرحلة دي في الضرب. هجيب معايا ربع كوباية من المية الساقعة المتلجة، لان انا حطيت في البداية مكعبين من التلج، فبعد كده بحط على طول المية الساقعة زي ما شفتوا كده. لو حابين تحطوا من البداية مية ساقعة مفيش اي مشكلة. كده القوام بتاعها بقي حلو والمسام بتاعها بقي فيه خيوط، يعني خلاص كده اتضرب كويس. هنجيب البهارات اللي احنا حاطينها في النص كوباية مية ونحطها على الخلاط مع اللحمة. كده انا اخدت معايا نص كوباية مية في البداية مع البهارات، ونص كوباية مع المرة التانية اللي هي ميكس بين التلج وبين المية الساقعة. هنقلبها كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده هنزل على نص معلقة بالظبط من البيكنج باودر. البيكنج باودر مهم لان هو بيخليها تبقى مستوية من جوه، اللي هي منتفخة وطرية، مش ان هي هتبقى كبسة او ان هي مش حلوة من جوه، لا هتدخل على تسوية جميلة جدا. كده انا بختبر اللحمة بتاعتي والخليط كله مع بعض، ما نزلتش من الاسباتيولا يبقى كده خلاص اخدت حقها في الضرب. وكمان المكونات بتاعتنا حلوة ريحتها جميلة جدا. هجيب كيس حراري اللي احنا بنحط فيه الفراخ بندخله الفرن. طبعا هحط فيه النهارده اللانشون لاني انا حسيت ان دي اسلم طريقه
واحلى طريقه هتبقى صحيه جدا في الكيس الحراري، احسن من اي حاجه تانية. يعني كده انا ممكن تستعملي العلب اللي هي بتاعت السمنه الصغيره، ممكن تحطيها في اي حاجه تاني، بس انا دايما بفضل الكيس الحراري لان بيخلي التسويه بتاعتها حلوه جدا من جوه. معايا تقريبا كده ربع معلقه من الفلفل الحبيبات، هحطه في الاخر كده لما انزله في الكيس. وبعد كده لو حابين ان انتوا تحطوا في الزيتون شرايح برضو هيدي طعم حلو جدا. كده احنا هندخل العجينة بتاعة اللانشون كويس جدا جدا، ونحاول نطلع بقى الهواء اللي موجود فيها او اي فراغات موجودة، بحيث ان احنا لما نسويها ما يبقاش من جوه فيها فراغات واضحة او ظاهرة. كده هندخلها كويس ونحاول نعمل شكل دائري. معايا الابرة طبعا انا عقمتها الاول كويس جدا، وبعد كده انا هخرم بيها الكيس الحراري يدوب كام فتحة بسيطة جدا جدا، علشان لما نسويها بعد كده تدخل البخار جوه اللحمة من جوه، ولو موجود او اي هواء يطلع بره. بعد كده المرحلة الاخيرة ان انا بجيب الورق الحراري. طبعا احنا قفلنا كويس جدا بالكيس الحراري، بعد كده هنجيب الورق الحراري اللي هو الورق السلوفان ده، ونقفل بيه كويس، ونحاول ان احنا نضغط عليها جامد جدا علشان ما تتفتحش مننا هي وفي المية. بعد كده هنقفل الاطراف بتاعتها الاتنين عكس بعض، يعني اللفة تبقى عكس التانية زي ما انتوا شايفين كده، ونحاول ان احنا نخليها تبقى شكل دائري. بعد كده هنجيب مية سخنة وننزل فيها اللحمة بتاعت اللانشون زي ما انتوا شايفين. الاجناب بتاعتها تبقى ضغطة في الحلة، يعني مقاس الحلة يبقى مظبوط بالظبط على قد القطعة بتاعت اللانشون، والمية تكون متغطية للآخر عشان ما نقعدش بقى كل شوية نقلب فيها. كده أخدت معايا بالظبط ساعة وربع على النار. في البداية كانت درجة حرارة مرتفعة، وبعد كده وطيتها بحيث ان هي تستوي براحتها. زي ما انتوا شايفين الورق الحراري لونه بقي اسود، لان طبعا كده هو استوى، يعني اخد فترة جامدة جدا في المية السخنة. ساعة وربع دي فترة مش قليلة، فعشان كده بيسود. احنا الحمد لله حافظينها جوه في الكيس الحراري، فكده مش هتتأذي منها، وصحية كده 100%. التسوية بتاعتها ممتازة، بس طبعا هي سخنة. انا حبيت ان انا احطها في التلاجة ساعتين، ممكن تحطوها اكتر، كل ما بتقعد في التلاجة اكتر بتبقى احسن. تقطيعة الشرايح طبعا حسب ما حضراتكم حابين، كده التقطيعة بتاعتها حلوة زي ما انتوا شايفين، ما تقطعتش مننا ولا اتبهدلت، وطالعة بشكل جميل جدا جدا، وريحتها وطعمها احلى من اللي بنشتريه من بره. فعلا اجمل طريقة للانشون واسهل طريقة زي ما انتوا شايفين، جميلة جدا جدا جدا. اخدت معايا في عمايلها، ما اخدتش طبعا معانا وقت ابدا، والتسوية بتاعتها سهلة جدا، وفي الخلاط حلوة جدا جدا. شايفين القطعة بتاعتها ازاي ثابتة وجميلة، وريحتها وطعمها. اتمنى تعملوا لي لايك وشير واشتراك للقناة وفعلي زر الجرس عشان يوصل